لكن قبل ما نبدا اوعى تنسى انك تعمل لايك للفيديو واشتراك ليا. ويلا بينا يا صديقي ان احنا نبدا الفيلم. وفيلمنا بيبدأ مع ليزا البطل الفرنساوي بتاعنا اللي راحت لمدينة تانية هي وجوزها علشان ورثت بيت هناك جديد من أبوها وأمها لما توفوا، وهناك في السوبر ماركت بتقابل شاب بيساعدها. بعد كده بنتها بتتوه منها وبيجيبها لها راجل وبيقول لها إن أنا أنقذتها لك، كانت تايهة بعيد. بعد كده بترجع للبيت وبتلاقي جوزها بيصلح البيت هناك، وبترن على قرايبها وبتعرفهم إن هي وصلت، لأن عندها قرايبها ولاد عمتها ولاد عمامها كلهم هناك. المهم بقى أصحابنا هناك بيطلعوا مع بعضيهم بالليل، بيروحوا بقى مطعم علشان ياكلوا ويتعشوا كده بما انهم اول يوم ليهم في المدينه. وهناك بقى صاحبتنا كانت بتتكلم مع جوزها وبتقول لها ان هي مبسوطه قوي بالحياه هنا. ومره واحده بيجي الراجل اللي انقذ بنتها وبتعرفه على جوزها وبتقول له ان ده هو اللي انقذ بنتي، وبيقولوا له بقى على كل حاجه على البيت القديم بتاعهم. فبيعرض عليهم ان هو يساعدهم بما انه مقاول وعنده كمان معرفه كبيره جدا في المدينه وان هو ممكن يساعدهم. فبالفعل بيوافقوا وبياخدوه هناك، والراجل بيقول لهم اللي هو هيساعد. وبالفعل بيبدأ الراجل ان هو يساعدهم وبيجيب لهم العمال علشان يعملوا الشغل اللي هناك. لكن من حسن الحظ او من سوء الحظ الشاب اللي قابلها في السوبر ماركت كان من ضمن العمال اللي هناك، وصاحبتنا بتعمل لهم الغداء وكل حاجة وكلهم قاعدين مع بعضيهم. وهناك الولد بياخدها وبيعلمها ازاي ان هي تقطع الحجر، لكنه بيتحمرش بيها بطريقه غير مباشره. وصاحبتنا عجبها الموضوع سنه لكنها ما اتكلمتش ولا قالت له اي حاجه. وبالليل بقى بتقعد مع عيالها واطفالها وجوزها وبيقضوا ليله سعيده جميله هم كلهم مع بعضيهم. وهناك بقى الراجل اللي هو اسمه مارتن ده اللي عرض عليهم ان هو يساعدهم قاعد بيتكلم معاهم على طول، وقال لهم على الخطط بتاعتهم وان هو هيعمل لهم هنا وهنا وهنا، لانه شايف ان هي عندها فلوس كتير جدا بسبب ان جوزها قال اللي هي ورثت 30 مليون. طب ما طبعا هتخلي كل اللي موجودين طمعانين فيك. هي كانت حاسه ان في استغلال من مارتن وجوزها ماشي وراه زي الخروف. والولد التاني كل ما يجي يعمل حاجة يقرب منها ويقرب منها جامد ويتحمرش بيها. وصاحبتنا كان الراجل الواد عمال يمشي ايده على كل ملابسها وبيلمس كل المناطق وهي سايباه على الاخر. طب ما انت سافلة وسهلة ورخيصة اهي. ولما بتطلع بره بتاخد نفسها على الاخر وبتقول ياه ايه اللي انا عملته ده. وما قاعدين كلهم بياكلوا بيبدأ النظرات بينه وبين الولد تبقى حادة شوية واكتر كمان. هي عايزة ونفسها بس مش قادرة تقول ان هي عايزة، والواد عايز وكده بس واضح ان الواد بيلعب بيها. طبعا الخيانة جاية من الهوا. بتبدأ تفكر في الواد وجوزها جنبيها كمان، وطبعا ما فيش اي سبب ان هي تخليها تخون جوزها غير ان هي حد كتير بدأ ان هو يهتم بيها، رغم ان جوزها برضه بيهتم بيها للعلم يعني، والراجل كان اصيل جدا وكل حاجة لكن الغدار غدار. المهم بقى صاحبنا بتقول لجوزها تعالى اشتري معايا حاجات، فجوزها بيقول لها لا روحي مع الواد اللي اسمه تشارلي ده، وهي بترفض لكنها بتروح معاه في الاخر. والسوبر ماركت بيطلع مقفول، فتشارلي بيقول لها تعالي معايا نروح اعزمك في مطعم لحد ما السوبر ماركت يفتح ونجيب الحاجه اللي انت عايزاها. واثناء لما كانوا ماشيين في الطريق صاحبنا تشارلي كان عمال يحط ايده في حتت كده وهي سامحاه. بعد كده راحوا اكلوا الاتنين مع بعضيهم، وصاحبتنا كانت مبسوطه جدا بالواد وعماله تبص له كده في ملامحه لانه وسيم. طب ما انت جامده انت كمان ما تقلليش من نفسك، ما علينا يعني. المهم الواد ده اداها واحده كيس كده وهي هناك وسابته على الاخر ولا كانه حصل حاجه. وبتروح تنام مع جوزها وبتفتكر الكيس مره تانية وبتقول امتى بقى هياخد خطوه يا بنت الوقعه. وجوزها كلمها واضطر ان هو يسافر علشان هيجيب حاجات من المدينه اللي هناك اللي هم كانوا ساكنين فيها، وبيسيبها لوحدها وبيقول لها اللي بنت عمك تيجي بقى تقعد معاكي. وبالفعل راحت لبنت عمها هناك وبنت عمها جت معاها البيت، وبتروح تزور بقى قبر امها وابوها اللي وحشتهم على الاخر. وبعد كده بترجع تحضن عيالها وبتقول وبنت عمها اخيرا بتوصل وبنعرف ان هي اسمها ايه جميله. ومهم بقى وهي بتستحمى دخل عليها الولد، وللاسف صاحبتنا ما منعتش ووريته كل حاجه مجانا، لكن بنتها بتنده عليها بسرعه وبتقطع اللحظه الحلوه اللي كانت هتحصل. والولد بيطلع وبيقول اه يا بنت الشر كما حقه بقى. المهم بقى راحت هي وبنت عمها والواد علشان يجيبوا طلبات مرة تانية. وهناك وهم ماشيين زحلقت الواد على طول وقالت لبنت عمها ان هم هيجيبوا طلبات خاصة هما الاتنين.
والاتنين مشوا مع بعضيهم، والولد بدأ ان هو يحط ايده على كل اماكن ما ينفعش يحط ايده عليها. بعد كده بياخدها عنده على البيت وبيقول لها تعالى غير لك شاي واعمل لك شاي بلبن، وبيعمل لها شاي بلبن اصلي من الاصل يعني. وصاحبتنا تاني يوم بتعيط بس من الفرحة مش من العياط ان هي عملت الكلام ده، وقالت ان انا هعمل كده تاني بس ايه مع جوزي مش مع حد تاني. وصاحبنا التاني بقى بيقول لها ان هو عايز يعرض عليها حاجة، لكن الولد كان عمال يديها شاي بلبن في كل مكان حتى في البيت، لدرجة ان واحد من العمال لاحظ وشاف كل حاجة لكنه قعد ساكت ماليش دعوة. فقالت للواد وايه نهاية علاقتنا؟ فقال لها ولا حاجة شاي بلبن بس، وبتاخد ملابسها وكل حاجة وبتمشي السفلة. وبنت عمها قبل ما تمشي بتقول لها خلي بالك وكفايه شاي بلبن مع الواد، كل العمال وانا حتى ملاحظين وجوزك هيجي هيلاحظ ده. فاتصدمت كده احيه، وراحت للواد وقالت له دي المره الاخيره اللي هعمل معاك الكلام ده علشان جوزي هيرجع، وبتديله واحده كيس اخيره وكل حاجه وبتسيبه وبتمشي. والخروف جه قصدي جوزها جه، يعني الراجل في حاله غلبان ما بيحبها، يعني الراجل ما عملش حاجه غلط، لكن مراته هي اللي خاينه، لكن كل غلطه ان هو كان بيقرون ان هو سابها. المهم بقى صاحبنا بيعرض عليهم فكره مشروع، وصاحبتنا بترفض رفض قاطع، وجوزها بيحاول ان هو يقنعها انها توافق تبقى شريكة معاه، لكنها بترفض وبتقول ان هي مش هتشاركه خالص. وبتقول لجوزها ان دي فلوسها وان هي مش مطمنه له وان هي مش هترضى تعمل معاه. فجوزها بعد خناقه كبيره وافق بقى على قرارها، والاتنين حضروا بعضيهم. لكن المصيبه ان صاحبتنا طلعت حامل من الولد اللي هناك العامل اللي عندهم. راحت لدكتور علشان يسقطها، فقال لها والله ماليش في الشمال، وما رضيش ان هو يسقطها لها. وصاحبتنا بقت في مشكله ان في بطنها ابن مش ابن جوزها خالص. المهم بقى التاني ده قال لها ان انا مصورك مع العامل، وطلع لها الفيديوهات وقال لها وافقي على المشروع يا اما هوريها لجوزك. واثناء لما كانوا بياكلوا قال لي جوزها مره واحده ان مراتك ايمي وافقت، وبالفعل دبسها وخلاها تبني ان هي تشاركه في المشروع على ارضها. وتاني يوم على طول بدأ العمال يجيبوا التجهيزات وبدأوا ان هم يشتغلوا، وصاحبتنا الحمل يوم عن يوم بيكبر في بطنها. لحد ما صاحبنا مارتن بقى دعاهم بقى بالليل في حفلة في البيت بتاعه علشان العقد اللي مضوه. وهناك في الحفلة بتلاقي ان مارتن العامل ده يبقى ابنه، يعني الاتنين اب وابن. وعرفت ان الاتنين كانوا عاملين الخطة دي عليها من الاول علشان يصوروها وعلشان يقنعوها. وبتزق الواد في الحفلة بتتخانق معاه، وبتطلع تزعله على الاخر وبتشتمه وبتقوله كدبت عليا وضحكت عليا انت وابوك يا ولاد الكلب. المهم بقى الواد لما عرف ان هي حامل كان هيتجنن عليها، وبدأ ان هو يحب الموضوع ان هي حامل. وصاحبتنا يعني مصدومة وقررت ان هي مهما يحصل مش هتخليهم يعملوا اللي في دماغهم، وقالت له ان هي مش هتعمل المشروع واعلى ما في خيرك اركبه. فصاحبنا التاني كان جاي عشان ابوه، فراح التاني بقى قال لجوزها على كل حاجة قدامها، فضربته على دماغه فوقع مات قدام ابنه وقدام جوزها. وبكده عملت جريمة قتل، الراجل راح على الاخر فيها. والعمال والكل شافوها، وبكده البوليس جه علشان يقبض عليها، وبالفعل بيتم القبض عليها لانها قتلت الراجل اللي اسمه تشارلي خالص على الاخر. المهم بقى اصحابنا بعد ما حصل الكلام ده كله راحت السجن، وجوزها وقف جنبها شويه لكنه طلقها في الاخر. وجالها الشاب اللي هو التاني دوت اللي هو ابن الراجل اللي مات، وقال للظباط ان هو القاتل وان هي بريئه. وبكده اتسجن هو مكانها وضحى بنفسه مقابل ان هي ما تسقطش ابنها اللي هو ابنه لانه هو سعيد بيه. وبكده الفيلم بيخلص معانا وهي بتطلق والواد بيتسجن وابوه بيموت وجوزها بيسافر. والسلام عليكم.